السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم على موضوع مهم، اللي هو الألم اللي ما بين مفصل الحوض والعمود الفقري. انا الدكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. بصوا يا جماعة، مفصل العجز او العجز اصلا ده العظمة المثلثة اللي ما بين العمود الفقري، الفقرات القطنية والعصعص. بيعمل مفصلة على الناحيتين ما بينه وما بين الحوض، فيبقى العجز ده جزء من العمود الفقري بيتوصل بالحوض عن طريق مفصلين، اللي هو الساكرو إلياك. هنا مفصل الحوض الرئيسي اللي بينزل منه الفخذ يمين وشمال، وهنا المفصلة اللي احنا موضوعنا النهاردة. طب يعني مبدئيا كده، هي بالنسبة للعمود الفقري في النص ولا في الجناب؟ بالظبط كده في الجناب. فلو الألم فيها هيبقى في الجنب، لو الألم فيها هيبقى في الجنب. طيب بصوا يا جماعة، المفصل ده ليه نسبة محدودة جدا في الحركة. لو الحركة دي زادت أو قل بسبب زي ما هنشوف بعد شوية بيعمل ألم. ألم دوت موجود فين؟ أسفل الظهر. طيب ألم أسفل الظهر ده اللي بسبب مفصل العجزي الحرقفي أو الساكرويليا بنسبة قد إيه؟ من ربع لتلت الحالات يا جماعة. يعني تخيل ضخامة العدد. فمشكلته الرئيسية بتبقى في التشخيص عشان تفرقوا ما بينه وما بين الغضروف، لأن احنا لو عملنا أشعات على الناس هنلاقي معظم الناس عندها غضاريف، بس مش هي مصدر الألم، بيبقى في حتة تانية اللي هو أشهرهم الساكرويل. طيب إيه الأسباب اللي عندنا؟ الحمل بيضعف العضلات اللي مبطنة للحوض، يحصل فيها نوع من أنواع الترهلات، وعشان كده هو قعر الحوض من أهم التمارين اللي الست بيبقى مطلوب عليها إنها تعملها عشان ترجعها تاني للتون بتاعها. طيب تاني سبب اللي بالأحمر دول يا جماعة أشهر الأسباب، كسر الحوض بقى بأنواعه اللي بيبقى ممتد لغاية العجز، فبيعمل لك نسبة خشونة، أو الخشونة اللي هي السنية، أو الخشونة نتيجة أمراض تانية زي الأمراض الروماتيزمية. كل الكلام دوت بيعمل. ومن ضمن أشهر الحاجات برضو اللي بعد عمليات التثبيت والتوسيع للعمود الفقري، لما بنيجي نثبت 4 في 5 أو 5 في S1 بيحصل يعني لما نيجي نحط حديد في المنطقة دي، فبقى في حديد زي المطب ما بين مفصلة ومفصلة، فيا إما اللي تحت يضرب يا إما اللي فوق يضرب. عشان كده احنا بنكزهوست أو بنستنفذ كل الطرق السلمية قبل ما بنخش في أي جراحة. كل جراحة بيبقى ليها يا جماعة تداعيات، كل جراحة بيبقى ليها تداعيات. فعشان كده هو ما بنلجأش ليها إلا بعد ما كل حاجة في التحفظي، طبعا بعيد عن الطوارئ، كل حاجة تحفظي احنا عملناها. طيب في برضو اللي ضمن الحاجات اللي بتزود التحميل على المفصل ان يبقى العمود الفقري ملوي زي في حالات الاسكوليوزس، او يكون في الطرفين السفليين في واحدة اطول من التانية او واحدة اقصر من التانية، فيبقى في حمل على واحدة عن التانية. طيب بنشخص الكلام ده ازاي؟ بصوا يا جماعة، هو التشخيص معقد زي البايريفورمز، او يمكن اوضح شوية منه. الفرق ان البايريفورمز نادر الى حد ما، الساكرويليك احنا بنقول من ربع لتلت الحالات، من ربع لتلت الحالات. يعني عشان تبقى ليك الى حد ما رؤية، بيبقى الألم على الجنب مش في النص، والألم دوت بيبقى عادة بينزل على الهنش، وعادة ما بيعديش الركبة، ولو عدى الركبة مش هيبقى في صورة تنمير، هيبقى في صورة ألم. طيب أنا كجراح ليا فحوصات، ليا حوالي 5 فحوصات ليه، 3 منهم لما يبقوا بوزيتيف بقول إن العيان دوت بنسبة كبيرة أوي ساكرويل. طيب
اخر حاجه وهو الفاينل اللي هو الحقن. وغالبا يا جماعه الحقن احنا هناخد له كده كده محاضره لوحده، بس غالبا الحقن ده لما الدنيا بتقفل معانا، وبيبقى غالبا الهدف منه ان احنا نأكد التشخيص بنسبة 100%، لان في احتماليات ان احنا نخش في جراحة، فلازم نبقى متأكدين ان المنطقة دي هي مصدر الألم، هي اللي بتقول هي اللي انا هخش اعمل لها هجوم. طيب بنعالج ازاي؟ دي المنطقة يا جماعة، يعني مش في النص، في الجنب. اول حاجة عندنا علاج تحفظي، أدوية على حسب السن والوزن، وبعد كده في علاج طبيعي. يمكن انا اخترت لكم ديت منها، من العلاج الطبيعي انت بتعمل استرتشات على الحوض وتقوية عضلات القعر والحوض. طبعا العلاج الطبيعي احسن، بس يعني دي حاجات كده زي ايه اولية. طب النقطة اللي بعد كده لو الدنيا رخمت اكتر اللي هو الحقن في المنطقة دي. طبعا اي حقن عندنا معظمهم بيبقى كورتيزون ومخدر موضعي، وده بيبقى تشخيصي وعلاج. يعني هو لو خف في أول من ساعة لساعتين نسبة بتوصل لغاية 70-75%، يبقى ده تقريبا 99.9 هيبقى الساكروإلياك هو مصدر الألم. لا يا دكتور أنا مش عايز علاج، مش عايز حقن. طيب في تردد حراري، التردد الحراري ده بيتعمل في عيادة الألم. طيب كل الكلام دوت مفيش أي استجابة من أي نوع، برضه ده هنعمله محاضرة لوحدها اللي هو السمكرة. بنيجي على المفصل وبنعمله سمكرة. ده مثال الحقن اهو، الحقنة داخلة في المفصل، بعد كده طبعا بيبقى تحت جهاز أشعة. ايه يا حاج، ايه يا حاجة الألم أخباره ايه؟ الأمور اتحسنت، الأمور ما اتحسنتش، اتحسنت بعد التشخيص، ما اتحسنتش بندور على مصدر تاني للألم. ده منظر أشهر مناظر اللي هو التثبيت. احنا دلوقتي حقيقي يعني غير السمكرة بالمسمار احنا بنفتح فتحة صغيرة ورا كده عشان نكحت المفصل ونحط ترقيع عظمي مع قفص كربوني في المنطقة ديت بحيث ان احنا نقلل الحركة. تاني يا جماعة، الساكروإلياك او المفصل الحرقفي بيمثل اكتر من 25% من آلام الظهر، فمهم جدا التشخيص بتاعها. صحة حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.